هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاته. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. النهارده بقى هنعمل اكله مصريه اصيله. هنعمل الفته على قد ما هي سهله وتحسوا ان يعني هي شويه رز وعيش وبنركبهم على بعض كده، بس بيطلع يعني رغم بساطتها رغم الطعم بتاعها اللي بيكون حلو جدا. يعني هي بجد سهلة جدا، بس ركزوا في الخطوات وفي الطريقة وهتطلع خطيرة. اول حاجة هنشوح اللحمة بتاعتنا. حطيت معلقة من السمنة وورقتين لورا كده وحبهان ونص معلقة فلفل اسود، بس كده. هنقلبهم كده في السمنة شوية، وبعدين بقى هنضيف اللحمة. النار تكون عالية جدا عشان اللحمة تاخد لون كده اول ما تنزل، يعني تاخد صدمة وما تنزلش العصارة بتاعتها. بصوا الحلة سخنة ازاي، يعني واضح البخار طالع. هنرص اللحمة اللي معانا، او لو الحلة بتاعتنا صغيرة والكمية كبيرة نقسمها على مرتين عادي، ويعني بعد ما نخلص جزء نركنه كده في جنب ونضيف الجزء التاني. بس انا اللحمة بتاعتي كانت على قد الحلة بتاعتي بالظبط. والنار تكون عالية، ولو الحلة بردت وانتوا بتحطوها كده يعني علوا بقى النار، او ممكن تودوها على نار اعلى. المهم ما تكونش النار عليها واطيه عشان ما تنزلش العصاره بتاعتها، لا تاخد صدمه وهي من جوه لسه طريه. ضفت بقى بصلايه كده، يعني قطعتها 4 بس هي لسه سليمه زي ما هي، يعني مفصلتهاش عن بعض. اللحمه كده اخدت لون، هقلبها بقى على الجنب التاني. اتحمرت بقى معايا خلاص واخدت اللون الحلو قوي. والتشويحه دي ادام اخدت تشويح يبقى اخدت طعمها خلاص، متاكدين ان كده بقت تحفه. هنضيف بقى الميه بتاعتنا. الميه دي ميه مغليه او سخنه جدا. ضيفوا بقى الكميه اللي انتوا عاوزينها لحد ما يعني تغطي اللحمه كده. واللي انا ضفته ده رشه كده بسيطه من السكر عشان يعني تخليها تستوي. ما ضفتش ملح. تغلي كده غلوة، ولو فيها اي ريمة او كده بتشيلوها. وبعدين بتهدوا النار خالص على اوطى حرارة واهدى حرارة، بتحطوها عليها وتسيبوها بقى تستوي براحتها. هنا بقى هنعمل الصلصة بتاعة الفتة، ودي بقى اللي بتطلع الريحة بقى التوم والطشة دي بقى بتاعة الخل بالتوم، دي اللي بقى اللي بتعرف خلاص البيت ان احنا عاملين فتة. خلاص تبدأ الريحة تظهر كده. ضفت معلقة من الزبدة ومعلقة كبيرة كده يعني مليانة من الثوم المفروم. وضفت بقى نص معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود والبهارات. وهقلب كده التوابل دي مع الثوم كده والزبدة برضو تاخد طعم وتاخد تشويحة كده. ومعايا بقى زي ربع كوباية من الخل. بصوا بقى ده بقى بجد الريحة هتبدأ بقى الريحة تظهر كده، والخل مع الثوم ده بقى بيخلي الصلصة بجد طعمها تحفة. هضيف بقى الصلصة بتاعتي. ده عصير طماطم فريش. ضيفوا صلصة او عصير طماطم فريش عادي، في كلا الحالتين هي هتتسبك، ويعني هنسيبها لحد ما تتسبك كده والسوائل تطلع منها. هسيبها بقى عبال ما تغلي كده يعني غلوة واحدة، وبعدين اغطي عليها وهدي عليها النار شوية لحد ما تتسبك. واول ما الاقي كده الزيت فصل كده يعني من عليها وخلاص تقلت القوام تقل كده، يبقى هي كده خلاص جاهزة معانا. هنا بقى اللحمة بتاعتنا بعد ما استوت هضيف لها معلقة كبيرة من الملح. خلاص هي استوت، نملحها بقى. هنحمص بقى العيش بتاعنا. العيش بتاعنا بلدي ومقطعاه كده يعني مربعات تقطيع صغير. انا ضفت معلقة كده من الزبدة البلدي. ممكن تضيفوا زبدة او سمنة اللي انتوا حابينه، بس الزبدة البلدي هتخلي طعمه حلو قوي. وضفت معلقة صغيرة كده بس من الثوم عشان يبقى العيش بتاعنا فيه نكهة الثوم كده، ويبقى بتفرق بجد، تفرق قوي، بتخلي
العيش مش مجرد اللي هو متحمص كده، لا كمان واخد طعم، بتكون تحفة. قلبوه بقى كده على النار، وقلبوه على طول عشان ما يتحرقش منكم. بجد هيفرق قوي بقى العيش المتحمص في الزبدة ده. ممكن كمان تضيفوه في يعني تحطوه في صاج كده او في صينية، وبرده ترشوا عليه كده زبدة يعني، بس تكون دايبة بقى، وتدخلوه تحت الشواية، وكل شوية تقلبوه، هياخد برضو اللون اللي انتوا عاوزينه. بس ما يتقلب كده بجد بيكون حلو قوي. هنعمل بقى الرز. هنا ضفت زيت وسمنة، خليط من الاتنين. وهنزل بقى بالرز. انا معايا كيلو من الرز المصري مغسول كويس ومتصفي. هنزل عليه كده يعني في الحلة بتاعتي، وهقعد بقى اقلب فيه يعني مدة لا تقل كده عن 10 دقايق. لما نحس ان الرز بتاعنا خلاص، حاسه ان هو نشف من المية كده واتحمص، يعني مش اتحمص اخد لون يعني، لا اتحمص كده، يعني نحس ان هو بقى ناشف كده والمية خرجت منه. نفضل بقى نقلب كده على نار عالية، نقلبه، نستمر كده في التقليب. بصوا انا كده حسيت يعني بعد التقليب حسيت ان هو خلاص بقى كده تمام. هنضيف بقى السوائل بتاعتنا. ده انا خدت بعد ما اللحمه استوت خلاص، خدت الشوربه بتاعه اللحمه. ممكن تعملوا انتوا خليط بين الميه والشوربه، او ممكن تعملوه بميه بس. في ناس مش بتحب ان هي تعمل رز بالشوربه، بس رز الفته بيكون حلو قوي يعني بالشوربه بتاعه اللحمه بيكون تحفه. لكل يعني كيلو رز ليه كيلو من الميه. وبعدين بقى لحد ما الميه كده يعني تتشرب شويه، وبعدين هغطي عليه وهدي عليه النار. هنا بقى هنحمر اللحمة، او بقى يعني هنحمرها التحميرة الاخيرة بقى، عشان يعني خلاص هتتقدم. برضو حمرتها في معلقة من الزبدة البلدي، تفرق برضو في طعمها قوي يا جماعة، تكون حلوة قوي. تتحمر كده او تاخد لون، يعني هي اصلا اوريدي من يعني من التشويحة اللي احنا اديناها لها قبل ما نسلقها، واخدة لون كده بسيط، مش مسلوقة كده وخلاص، يعني بتكون واخدة لون كده. حمرناها خلاص واخدت التحميرة يعني التحميصة الحلوة دي. هنطلعها بقى في طبق، ولو عندنا كمية تانية بنخلص الكمية كلها. هنا بقى الصلصة بتاعتنا بعد ما جهزت واتسبكت خلاص، لو حسينا ان القوام بتاعها تقيل قوي ممكن تضيفوا لها يعني شوية من الشوربة بتاعت اللحمة كده، تخففوا بقى القوام، بس كده القوام بتاعها كان مظبوط. دي بقى الشوربة اللي يعني هنحطها على العيش كده، يعني هنعمل بيها الفتة. كمية من الشوربة على حسب العيش اللي معاكو. ضفت لها معلقتين من الصلصة وسخنتهم بقى جامد، والعيش بتاعي سخن شوية. وهنا الشوربة مع معلقتين الصلصة يعني سخنين برضو جامد. معلقتين الصلصة هيخلوا الشوربة طعمها حلو، ومش هيكون العيش مجرد عيش يعني مبلول بس كده بالشوربة، لا هيديها كمان طعم تحفة. وبعدين فتة يعني توم، عاوزين بقى ندخل نكهات التوم في كل حاجة. خلاص عملنا العيش وسبناه كده عبال ما يتشرب المية بتاعته بس بسيط، يعني ما تكتروش المية قوي وما تخلوهوش طري قوي اللي هو معجون كده. وبعدين بقى هنضيف الرز بتاعنا بعد ما استوى خلاص، بقى مفلفل كده وحلو، كان طعمه حلو قوي اصلا لوحده. هنضيف بقى، احنا ضفنا العيش خلاص، نضيف كده الرز عليه. وبعدين بقى نيجي لاخر مرحلة، يعني نجيب الصلصة كده ونعمل شكل كده بقى، اللي هو شكل الدايرة، شكل التقليدي بتاع الفتة طبعا. نضيف بقى اللحمة اللي احنا حمرناها كده، نضيفها في النص كده، وكده بقى احلى طبق فتة جاهز معانا. شكله اصلا يعني شكله يفتح النفس كده بجد على السفرة، شكله وهمي،
حقيقي تحفة. كلنا بنحب الفتة وكلنا يعني بنعملها بطريقة، بس اوقات بتختلف طريقة عن طريقة، بس في تلك الحالات بتكون حلوة. والفتة من الاكلات الحلوة، تحسوا ان انتوا يعني هي مفيهاش مكونات كتير بس انتوا بتاكلوا حاجة طعمها حلو. اللحمة كمان مستوية ودايبة كده، حقيقي طرية ودايبة جدا. جربوها بطريقتي، ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.